السلام عليكم جميعًا. طبعًا راح أحكي اليوم عن حلقة حلم أشرف الحلقة 18 والحلقة 19. طبعًا كتير ناس ما بيلاقوا الحلقة على اليوتيوب بيكتبوا لنا إنه كيف ممكن نشاهد الحلقة على اليوتيوب؟ الحلقة غير موجودة على اليوتيوب نهائيًا، الحلقة موجودة على مواقع قصة عشق، موقع قرمزي، حاطط لكم تحت فيديو أسفل الوصف فيكم تشوفوا الفيديو والتعليمات وتروحوا تحضروا الحلقة. توقعاتي للحلقة الجاية إنه حيكون أغلبها بمشفى وبالمحاكم يعني أو بالمخافر. ما بظن الحلقة الجاية حتكون كتير يعني قوية، بظن حتكون حلقة عادية تمهيدًا مثلًا لأحداث أكبر بالمسلسل. طبعًا الحلقة 19 راح يكون موعدها الأربعاء القادم بتاريخ 22/10، وراح يتم الانتهاء من تصوير الحلقة ممكن بهاليومين، وراح نشوف إعلان جديد. راح نبلش نحكي عن الحلقة 18. الحلقة كان فيها شغلات ممتعة مثل مشاهد الأكشن اللي كانت كتير حلوة. عندنا كمان المشهد تبع الفيلا تبع خضر لما جابوا له الصورة اللي فيها الأب يعقوب مع أشرف ومع قدير. هلا هو بنسبة كبيرة إنه أشرف هو ابنه، بس لنفترض إنه شي تاني إنه قدير هو حيطلع ابنه، فهل يا ترى حنشوف عداوة بين خضر وبين أشرف؟ هذا الشي ممكن المخرج يفجر هيك مفاجأة ويعملها، وإذا كان أشرف هو ابنه فكانت حتمشي الأمور يعني بطريقة إنه عادية. في حال كان العكس، قدير طلع ابنه للخضر، ممكن نشوف عداوة، ممكن نشوف لأ إنه قدير ممكن إنه إذا عرف إنه هو أبوه ممكن يغيّر أطباعه، ممكن يصير شخص تاني إنه ما صار يتيم وفي عنده أب وهيك، فكلها هي يعني سيناريوهات ممكن تصير بالمسلسل، وبعدين تنزل الحلقة. مشاهد الأكشن كانت كتير حلوة، كتير جميلة بالحلقة 18 كانت أسطورية طبعًا. لمّا فاتوا جوردال ومسلم وفاروق جابوا المصاري من كنان كان مشهد أسطوري، بس المشهد اللي كان أنا برأيي هو أفضل مشهد بالحلقة 18 هو المشهد لمّا قدير فات على الروس، هذا المشهد كان أسطوري، مع عدم حبي لقدير بس لأ بهذا المشهد إنه كان مشهد أسطوري برهن يعني إنه قوته بهذا المسلسل، فراح نشوف شو حيصير بالحلقات الجاية. الساعة هي حتوصّل أشرف لدنشار، هذا الشي فهمناه يعني مع الوقت. الشي المهم اللي هو إنه المافيا الروسية طبعًا يعني إنه بكل بساطة عم تروح وعم تموت وكل شي يعني بيصير بكل بساطة، فأنا برأيي الشخصي إنه لازم يكون في شخصيات من روسيا أقوى مشان نشاهد مشاهد أكشن أقوى من هيك. يعني مو معقول مثلًا أول واحد قتله أشرف بكل بساطة، تاني واحد قتله قدير طبعًا يعني كمان بكل بساطة، فبدنا نكون إنه في متل مقاومة أكتر. نيسان وأشرف في مماطلة كتير بالأحداث، في يعني صراحة يُمل من هيك أحداث يعني، على يوم تركنا، يوم ضلينا، يوم أنا واقف مستقبلِك، يوم لأ بدي أدعمِك، فهذا الشي إنه في مماطلة كتير بالأحداث، فهذا الشي يعني مسبب لي ملل إنه عم تابع الحلقة، فما بعرف أنتم اكتبوا لنا شو رأيكم تحت بالتعليقات. شيدان وقدير طبعًا رح يعملوا شغلات تانية، ممكن شيدان تضغط على قدير لإنه يحكي لها مين هو الشخص يلّي هددها، مين هو الشخص اللي تسبب إنه كان رح يتسبب بموتها، فممكن نشوف شيدان، ممكن نفقد شخصيات كبيرة بالمسلسل بالحلقات الجاية، ممكن شخصية شيدان، ممكن دنشار، يعني بما إنه شيدان عم تبحث أكتر وأكتر عن الشخص اللي ورا قدير فممكن نشوفها عم تودع. شخصية دينشاي بما إنه عم يقرب أكتر من نيسان هلأ، فبنتوقع إنه كمان يودع، فبنتمنى لكم مشاهدة ممتعة للحلقة الجاية، واكتبوا لنا توقعاتكم للحلقة 19 ودمتم بخير، سلام.